اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. قصتنا بتبدأ مع بنتين توأم هما ميا وماكي. ميا وماكي عندهم 14 سنة، من وهم عندهم 3 سنين وهم بيحبوا الرقص الاستعراضي قوي، لأن أسرتهم كلها بتحب الرقص الاستعراضي. ده غير إنهم بيشجعوا بعض في التدريبات والمسابقات، مع إنهم بيرقصوا بأساليب مختلفة. ميا بتحب الراب وماكي بتحب مزيكة الجاز. وفي يوم ميا وماكي بيشوفوا إعلان عن مسابقة للرقص، وبيكون عاملها مغني مشهور ومعروف اسمه كريس، واللي هيكسب في المسابقة دي هيشارك معاه في الفيديو بتاعه اللي جاي. ميا وماكي بيكونوا فرحانين قوي، بس بيكون قدامهم مشكلة، وهي إنهم يقنعوا كاميليا مامتهم، لأن ميعاد التسجيل بكرة، وكريس هيعمل لايف بعد الظهر وهم لازم يحضروا، وبكرة عيد ميلاد مامتهم. مشكلة خالتهم أنا عزماهم على الغدا. ميا وماكي بيكونوا محتارين قوي ومش عارفين يعملوا ايه، وما بيكونش قدامهم غير اختهم الكبيرة ماندي، اللي دايما بتشجعهم وبتدعمهم، ولما بيطلبوا منها تساعدهم في إقناع مامتهم بإنهم يشاركوا في المسابقة بتوافق على طول. كاميليا بتكون قاعدة مع أنا أختها. أنا إنسانة فرفوشة قوي، بتحب الهزار والضحك، ولما بتشوف ميا وماكي وبتعرف إن عندهم تدريب للرقص بتاخدهم معاها عشان توصلهم لصالة التدريبات. ماندي بتقعد مع مامتها اللي بتتكلم معاها، وبتحكي لها إن لما عيد ميلادها ال40 جه ركزت في مسؤوليتها اللي شالتها من بعد وفاة باباهم، وإنها بتشتغل في وظيفتين عشان تقدر توفر لهم مصاريفهم، خصوصا وإن الأيام عدت بسرعة، وإنها فجأة لقت ميا وماكي كبروا وبقوا في سن المراهقة، وماندي اللي سابت تعليمها واشتغلت ممرضة. ماندي بتقول لمامتها إنها مقدرة تعبها ومجهودها معاهم، وبتقول لها إنها مش زعلانة على اللي هي فيه، ده غير إنها سجلت نفسها السنة دي في الجامعة. وميا وماكي هم كمان مقدرين مجهود مامتهم كويس، وبتطلب منها تغير ميعاد العزومة بتاعت خالتها أنا، علشان ميا وماكي عندهم ميعاد مهم لمسابقة الرقص بكرة. مامتها بتوافق وبتقول لها إنها أصلا كانت عاوزة تقضي اليوم في البيت، وفي البيت اللي جنبهم بتكون إيفري هي كمان عارفة بموضوع المسابقة. إيفري بتحب الرقص الاستعراضي قوي وعندها مهارات كتير، وبتنده على باباها عشان تتكلم معاه وتشرح له تفاصيل المسابقة، وبتقول له إنها متضايقة قوي من ميا وماكي عشان هم هيشتركوا في المسابقة، لكن باباها ما بيكونش مركز معاها ومش فاهم هي عايزة إيه بالظبط، فبتروح تتكلم مع مامتها اللي بتطلب منها يتكلموا وهم بيفطروا سوا. إيفري بتقول لهم إنها هتكسب المسابقة بكل تأكيد وهتكون مشهورة قوي ومعروفة، وإنها واثقة إن ميا وماكي مش هيقدروا يقفوا قدامها في المسابقة. مامة إيفري بتطلب منها تتكلم عن ميا وماكي كويس، وتراعي إنهم جيرانهم ولازم يعاملوهم بكل أدب واحترام، ده غير انهم بيمروا بظروف صعبة من بعد موت باباهم، وهي لازم تقدر ده كويس، وبتطلب منها تعمل زيهم، تخلي اختها ايميلي تشارك معاها، لكن إيفري بترفض وبتقول ان ايميلي لسه صغيرة. بس لما ايميلي بتوعدها انها هتسمع كلامها وهتنفذ تعليماتها بالحرف، إيفري بتوافق انها تشارك معاها. بعدها إيفري بتطلب من باباها فلوس عشان عاوزة تروح تعمل شوبينج، وبتقول له انه ياخدها معاه في طريقه على الماركت، وبتتكلم مع صاحبها أليكس وبتتفق معاه يقابلها في الحديقة اللي جنب الماركت. لكن إيفري بتتفاجئ ان باباها بيطلب منها تاخد اختها ايميلي معاها، ومع ان إيفري بتكون مش موافقة لانها عاوزة تاخد مساحتها الشخصية في الخروجة، بس باباها بيقول لها تبقى تاخد مساحتها دي في اي يوم تاني. في صالة التدريب ميا وماكي بيقابلوا ميس دوتي المدربة بتاعتهم، واللي بتكون مستغربة عشان هم وصلوا قبل ميعاد التدريب، فبيقولوا لها انهم حبوا يلحقوا اليوم من اوله لانهم فرحانين ومبسوطين قوي عشان هيشاركوا في مسابقة الرقص. بعدها ماندي بتتصل بيهم وبتعرفهم انهم هيعملوا فطار لمامتهم بكرة الصبح علشان هي تقعد في البيت في يوم عيد ميلادها ومش هتخرج، وهم لازم يعملوا الفطار عشان يقدروا يخرجوا ويشاركوا في المسابقة. إيفري بتروح على المول وبتطلب من اختها ايميلي تستناها لغاية لما ترجع، وبتروح تقابل أليكس وبتديله الفلوس اللي خدتها من باباها، وبتعرفه انها هتحتاج خدماته في مسابقة الرقص اللي جاي. إيفري وإيميلي بيرجعوا على البيت وبيتخانقوا، ومامتهم بتتدخل وبتكون عاوزة تعرف سبب المشكلة ايه. إيفري بتحكي لها انها كانت عاوزة تشتري هدية عيد ميلاد مامتها، ومامتها بتستغرب لان عيد ميلادها لسه بدري عليه، فبتقوم إيميلي تقول لها ان إيفري ما اشترتش اي حاجة اصلا، مع انها عرضت عليها حاجات كتيرة حلوة ممكن تكون هدية جميلة لمامتهم، لكن مامتهم بتحضنهم وبتطلب من إيفري تتعامل كويس مع اختها الصغيرة. تاني يوم ماندي بتصحي ميا وماكي عشان يجهزوا الفطار لمامتهم، وبيروحوا يرتبوا هيعملوا ايه، وبتكون خالتهم انا موجودة اللي بتكون مبسوطة قوي بيوم عيد ميلاد
ميلاد اختها، مع انها كانت عاوزه تعمل خروجه جميله قوي، وبتطلب من ماندي انها تروح تصحي مامتها عشان تفطر معاهم. ماندي بتلاقي مامتها كسلانه جامد وعاوزه تقضي اليوم في السرير، وماندي بتكون خايفه لحسن تكون تعبانه، بس مامتها بتقول لها انها كويسه وبخير لكن هي محتاجه تنام شويه. بس ميا وماكي لما بيروحوا لمامتهم بيعرفوا انها تعبانه فعلا، وبيعرضوا عليها مساعدتهم في اي حاجه هي عاوزاها منهم، لكن هي بتطلب منهم يسيبوها لوحدها وهي هتبقى كويسه. بعد شويه كريس بيعمل اللايف بتاعه اللي بيشرح فيه شروط مسابقه الرقص، وميا وماكي وإيفري كمان بيكونوا مركزين قوي في اللي هو هيقوله، وبيعرفوا انهم لازم يعملوا فيديو استعراضي مدته نص دقيقه، وانه لازم يكون معاهم فريق مكون من 5 افراد، وبعد ما يعملوا الفيديو هيرفعوه على الموقع عشان تبدا عمليه التصويت على الفيديو الافضل. وبيعرفوا ان اول 3 فيديوهات هيجيبوا نسبه تصويت عاليه هيشاركوا في المسابقه النهائيه قدام لجنه تحكيم كلها من المشاهير، ده غير ان مفيش قدامهم غير 3 ايام بس عشان يعملوا الفيديو ده. تاني يوم ميا وماكي بيكونوا في صاله التدريب، وكل واحده منهم بتكون عامله فريق خاص بيها، وميس دوتي بتطلب من فريق ماكي يبدا العرض، وبيعملوا رقصه حلوه قوي، وبيجي الدور على فريق ميا واللي بيعملوا رقصه استعراضيه بالكلاكات وبتكون جميله جدا. اما إيفري فبتكون مع فريقها اللي فيه اختها إيميلي وبنات زمايلها، وبتوريهم الرقصه اللي هيعملوها، بس البنات بيكونوا شايفين ان الحركات اللي بتعملها إيفري صعبه قوي. مامة إيفري بتقترح عليها انها تعلمها رقصه حركاتها سهله من الثمانينات، وبتقول لها ان مفيش حد من المتسابقين هيعمل الرقصه دي خالص، وبكده هتضمن انها تنافس في النهائيات. ميا وماكي بيقابلوا اصحابهم باول وجان واللي هيكونوا مسؤولين عن حمله التسويق الالكتروني ليهم، وهيساعدوهم عشان يجيبوا اعجابات كتير للفيديوهات بتاعتهم، وبكده يضمنوا نسبه تصويت عاليه في المسابقه. كمان هي بتروح صاله التدريبات عشان تتفرج على بناتها وهم بيتدربوا، وبتقابل ميس دوتي اللي بتكون فرحانه قوي لما بتشوفها، وبتسالها عن ماندي، فبتقول لها ان المسابقه دي قلبت عليها المواجع وخلتها تفتكر انها ضحت بمستقبلها في الرقص عشان عيلتها. ميس دوتي بتقول لها انها كانت هتبقى راقصه محترفه ومشهوره، لكن هي عملت اللي احسن من الشهره بكتير وهي التضحيه من اجل الغير. تاني يوم ميا وماكي بيتفاجئوا ان إيفري وفريقها بيروحوا لهم قدام بيتهم، وإيفري بتقول لهم انها هتكسبهم في المسابقه كمان، وبتطلب منهم يوفروا مجهودهم وينسحبوا احسن. لكن ميا وماكي بيعرفوها انها بنت مش كويسه وانها انانيه وما بتحبش الخير لحد، وبيفكروها ان ميس دوتي طردتها من الصاله بتاعتها من زمان بسبب افعالها الوحشه. بعدها ميا وميكي بيكونوا قاعدين في البيت مع باولو وجين، وبيعرفوهم انهم جابوا اعداد كبيره من الاعجابات والمتابعه، ودلوقتي هم هيرفعوا الفيديوهات بتاعتهم على موقع المسابقه، وبعد ما بيرفعوها بيكونوا مبسوطين قوي هم وكل اللي حواليهم. ومن تاني يوم على طول بتبدا عمليه التصويت للمسابقه، وإيفري بتتكلم مع أليكس وبتفكروا باللي هيعمله، وبيرد عليها وبيقول لها كله تمام. بعدها بتظهر نتيجه المسابقه، ماكي وإيفري بيكونوا من ضمن ال3 مراكز الاولى، وميا مع انها ما كسبتش لكن بتكون فرحانه قوي لاختها، بس بعدها بتكون متضايقه شويه من اللي حصل معاها لكن ما بتبينش قدام اي حد. إيفري بتكون فرحانه ومبسوطه باللي حصل، لكن بتقرر انها تستغنى عن اختها إيميلي، وبتقول لها انها هتكون عقبه بالنسبه لها في النهائيات. مامتها ما بيعجبهاش اللي بيحصل، شايفه ان ده تصرف اناني قوي من إيفري، بس إيفري بتقول لها انها لما تنجح في المسابقه هتخلي إيميلي تشارك معاها في الفيديو. بعدها إيفري بتقعد تعمل شويه تعديلات في الرقصه بتاعتها، وبيوصل باباها وبيتكلم معاها في موضوع اختها إيميلي، لكن إيفري بتطلب منه ما يتدخلش في الموضوع ده لانها هي عارفه هي بتعمل ايه كويس، وده مستقبلها هي وهي حره فيه، وبتعرفه انها هتعوض اختها إيميلي عن اللي حصل. بعد كده إيفري بتتفاجئ ان أليكس بيكلمها، وبتعرف منه انه حاسس بتأنيب الضمير لانه ادى فلوس لواحد من المسؤولين في موقع المسابقه عشان يخلي إيفري تنجح في المسابقه دي، وبيقول لها انه مش هيساعدها في الغش ده تاني، وانها لازم تعتمد على نفسها وتكسب بمجهودها. وفي صاله التدريبات بتاعت ميس تودي بتكون جايبه مستر تريفر خبير في الرقص الاستعراضي عشان يقول رايه في الاستعراض بتاع فريق ماكي اللي هتشارك بيه في النهائيات، وبعد ما بيتفرج عليهم بيكون مبسوط بيهم قوي، وبيقول لميس تودي انهم ممتازين قوي ومش محتاجين اي مساعده منه. البنات كلهم بيكونوا فرحانين قوي بكلام مستر تريفر، بس فجاه بيلاقوا امبر وقعت على الارض وبتصرخ من رجليها، وبتقول لهم انها حاسه بالم شديد قوي بسبب الاجهاد، وبيجي الاسعاف وبياخدوها على المستشفى فعلا. بعدها ماكي بتكون محتاره قوي ومش عارفه تعمل ايه، لكن ميس تودي بتقول لها ان ميا هتكون احسن واحده تشارك معاها بدل امبر. ميا وماكي بيكونوا فرحانين قوي وبيعرفوا مامتهم وخالتهم بانهم هيشاركوا سوا في فريق واحد، ده غير ان ماندي لما بتعرف كده بتقرر انها تدربهم بنفسها. وبنروح لإيفري اللي بتكون مع زمايلها البنات وبيسالوها عن البنت اللي هتشارك معاهم بدل إيميلي اختها، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا امبر داخله عليهم، وبيعرفوا ان إيفري دفعت لها فلوس عشان تاخدها من فريق ماكي. وبيجي يوم المسابقه النهائيه وبنشوف ماندي وهي بتشجع اخواتها البنات وبتديهم ثقه في نفسهم، وبتقول لهم انهم هيكسبوا المسابقه بدون شك. على الناحيه
الناحية التانية بقى بنشوف إيفري وهي بتتكلم بكل غرور وبتقول للبنات اللي معاها في الفريق إنهم هيكتسحوا أي فريق قدامهم. وبتبدأ المسابقة ومستر ميلر مقدم الحفلة بيعرف الموجودين بلجنة التحكيم وبيجيب واحدة من كل فريق من الفرق الثلاثة المشاركين في المسابقة وبيعمل قرعة علشان الترتيب بتاع فقراتهم. الفقرة الأولى بتكون من نصيب جيليان وفرقتها اللي بيقدموا استعراض حلو وبيعجب لجنة التحكيم، بس بيكون ليهم شوية ملاحظات خفيفة عليهم. وبعدها بيجي الدور على إيفري وفريقها، وبعد ما بيخلصوا الرقصة بتاعتهم لجنة التحكيم كلها بتتفق على إن إيفري أنانية وبتحاول تخلي نفسها النجمة الوحيدة في الفريق، وكل البنات اللي معاها بيخدموا عليها هي وبس، وإنه كان من المفروض إنها تكون جماعية أكتر من كده وتدي فرصة لكل بنت معاها في الفريق إنها تظهر مهاراتها. فريق ميا وماكي قبل ما يخرجوا على المسرح بيتفاجئوا لما بيشوفوا أمبر مع فريق إيفري وبيكونوا مصدومين منها قوي، لكن ماندي بتطلب منهم ما يشغلوش بالهم بيها خالص ويركزوا في الفقرة بتاعتهم. فريق ميا وماكي بيقدموا الفقرة بتاعتهم، كل الموجودين بيكونوا مبسوطين بيهم قوي، ولجنة التحكيم بيكون رأيها إنهم فعلا مثال على روح التعاون. وبعدها بتظهر النتيجة وفريق ميا وماكي هو اللي بيكسب المسابقة وبيكونوا طايرين من الفرحة كلهم. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون فيديو المرة دي عجبكم. سلام عليكم.